اهلا بيكم، معاكم ميجو. انا معايا ايفون 11 برو ماكس لحد الان في 2025، وده مش معناه ان انا مش قادر اجيب احدث تليفون. لا، هو انا فكري اتغير عن زمان كنت دايما احب امسك احدث تليفون من كل الشركات، لان دايما كان عندي احساس ان انا ناقصني حاجه، وان انا لو ما جبتش التليفون ده انا في حاجه هتفوتني. وكنت اقعد اتفرج على الفيديوهات بتاعت الشركات، الله فعلا التليفون ده قادر يحل لي كل مشاكل، وقد ايه الحياه هتبقى حلوه جدا، وهبقى مبسوط وانا معايا التليفون ده، سواء بقى التليفون ده من ابل، من سامسونج، من جوجل، ايا كان. بس الفكره ان هو كان الفلاج شيب او احدث اصدار من اي شركه. ومع الوقت اكتشفت ان انا فعلا مش محتاج ده. انا ممكن اجيب تليفون يقعد معايا اكتر من 5 سنين، ولسه الشركات بتدعمه، لسه الشركات بتنزل له تحديثات، لسه الموبايل ما يهنكش، لسه الموبايل قادر يديلك نفس الامكانيات او اكتر من 90% من اللي الموبايل الجديد هم بيعلنوا عنه وبيقولوه. هتقول لي ازاي؟ هقول لك التليفون انت لو مستخدم طبيعي انت مش هتحتاج منه غير مثلا تصوير كاميرا كويس، بطاريه تقعد معاك لاخر اليوم، صوت كويس، شاشه كويسه، الوانها كويسه، اداء موبايل ما يهنكش معاك في الابلكيشنز العاديه او حتى الالعاب العاديه. والحقيقه ان انت لو جيت فكرت كده شويه هتلاقي ان لا، التليفون القديم ما بيهنكش. يعني انا معايا ال 11 برو ماكس، لا الموبايل ده قادر يديني صور حلوه، قادر انه يقعد معايا اكتر من نص اليوم، قادر ان افتح ببجي عليه على اعلى ريزوليوشن من غير ما يهنك حتى والموبايل في الشاحن وبلعب بالداتا. فانا ليه اغيره؟ ليه ادفع الافات زياده في امكانيات انا مش محتاجها؟ بص، انا معاك ان ممكن مع الوقت التليفون اداؤه ما يبقاش احسن حاجه، ممكن البطاريه تقل، ممكن مثلا شاشه تتكسر، بس الحاجات دي كلها في ايدك. انت قادر انك تروح، لو انت معاك مثلا ايفون، قادر انك تروح تحط بطاريه اوريجينال في الايفون بتاعك بحوالي $100 من ابل، وهتكون اوريجينال واصليه وتقعد معاك اليوم كله عادي جدا، ما فيش اي مشكله، وعادي انت ما دفعتش ال $1200، انت دفعت $100 بس. ده حتى انت ما جبتش بطاريه كوبي ولا حاجه، انت جبت اوريجينال. ما دام انت خلاص الموضوع فارق معاك جدا، وفعلا انت عايز تاخد اقوى تجربه من الموبايل، شاشتك اتكسرت روح صلحها، سبيكر باظ روح صلحه. ما دام حاجات طبيعيه، الحاجات دي مع الاستهلاك بتبوظ عادي، ايه المشكله؟ عارف اللي مش عادي بقى ايه؟ اللي مش عادي ان انت تروح تحط 30,000 جنيه او 40,000 جنيه او 50,000 جنيه، او لو بتتكلم بالدولار بتتكلم في اكتر من 700 $800 عشان تشتري موبايل جديد. ده في حاله لو انت هتبيع القديم وتجدد عليه، يعني تزود عليه. ده اللي مش طبيعي. واقول لك حاجه، الشركات مش عاجزه ان هي تحط كل الامكانيات اللي هي بتحطها على مر 10 سنين او على مر 7 سنين في سنه واحده او في سنتين. بس الفكره ان انا لو اديتك كل الامكانيات في سنه او سنتين، انا بعد كده هقدم ايه؟ فانا هقدم لك امكانيه صغيره او اضافه صغيره او اضافتين حتى، وهقنعك بيهم، وهقنعك ان هم قادرين يغيروا لك حياتك، وانت فعلا تستاهل انك تدفع $1000 عشان تاخد الفيتشرز ده او الاثنين فيتشرز دول. يعني تعالى مثلا، هل ابل ما كانتش قادره في 2019 تحط شاشه 120 هرتز في ال 11 برو ماكس؟ يعني مش منطقيه، صح؟ وهل ابل مش قادره تحط النوتش بتاعها تحت الشاشه؟ مش قادره تخبي الكاميرا بتاعتها وتخلي لك الموبايل كله سكرين من قدام؟ مش منطقيه، صح؟ اكيد قادره. وخلي بالك ده مش نصب او احتيال على المستخدمين، هي حاجه تسويقيه. انا مش هقعد كل سنه اقدم لك 5 أو 7 أو 8 فيتشرز جديده، انا بعد كده هقدم ايه؟ ما هو انا على المستوى البعيد خلاص هبقى انتهيت. فانا ما عنديش حل غير ان انا اطلع ادي لك الفيتشرز او الاثنين دول في موبايل جديد بتغير شكل بسيط. والله يا جماعه، الله بجد، ده هيبقى احسن تليفون هتاخده في عمرك كله. وتيجي السنه اللي بعدها في نفس الشهر، لا بجد الفيتشرز الزياده دي بقى هتبقى احدث واحدث واحلى، وبص جامده جدا من السنه اللي قبلها. لا بقى نفس الكلام، انت عايش في السيناريو ده بقالك سنين، بس انت اللي مش دريان. معلش، في الاول وفي الاخر هو تليفون، يعني التطبيقات اللي فيه مش هتبقى تقيله، انت مش محتاج العاب بجرافيك رهيب، ولا بقى انا بقى يا جدعان هو مش PC، ده موبايل في الاول وفي الاخر. فانت عادي، انا على 11 برو ماكس وموبايل نازل في 2019، وبفتح واتساب عادي، بفتح انستجرام عادي، بتصور عادي بكواليتي صور، وبتنزل على السوشيال ميديا بتبقى حلوه. اول ما ابتديت اعمل محتوى وانزل فيديوهات كنت بصوره بال 11 برو ماكس، وبعمل انتج عليه وبعمل كل حاجه. الفكره هنا من اصدار تليفون جديد من اي شركه من الشركات عموما بتاعت الموبايلات، هو الاصدار ده ما بيبقاش موجه اللي بتاع السنه اللي فاتت. يعني انا ما اروحش اشتري 15 برو ماكس ومعناه 16 فاروح اشتري ال 16. هو انا لو دلوقتي عايز احدث من ال 11 برو ماكس اروح لل 16 برو ماكس، حلو، هحس بفرق، هتاخد امكانيات رهيبه، هتاخد فرق كبير بقى في الشاشه وفي البطاريه وفي الشكل وفي كل حاجه. بس تخيل بعد كل الحاجات اللي والفيتشرز القويه اللي انا هتنقلها دي، عادي الموبايل ده برضو قادر يعمل لي اكتر من 90% من احتياجي، عادي.
والمشكله الاكبر ان احنا بقينا نقيم الاشخاص بموبايلاتهم. يعني دلوقتي معايا ال 11 برو ماكس، لو حد شافني ان انا بنزل فيديوهات عن ال 16 برو ماكس هيقول لي يا عم انت بتعمل ايه؟ انت اصلا معاك ال 11 برو ماكس. والاغرب ان دي مش حاجه عموميه، ده في التليفونات بس. يعني انت لو معاك عربيه من 2015 من 10 سنين اهو، مش هيقول لك ان هي قديمه يا عم ويا لسه في حد معاه عربيه، لا هيقول له عادي ربنا يحميها لك ودي عربيه كويسه وكل حاجه. فليه بقى ليه بقينا نحط ان انت لازم يكون معاك احدث تليفون؟ ليه بقينا نحط الناس تحت ضغط؟ الموضوع وصل لمرحله ان الناس بتتداين بالافات وعشرات الالافات عشان تروح تشتري تليفون جديد، عشان تليفون في الاول وفي الاخر هيسكرول عليه على الانستجرام والواتساب. انا برضو محتاج اسمع رايكم في الكومنتات، وهل ده صح ولا غلط، ولا احنا بقينا خلاص وصلنا لمرحله ان احنا فكريا بقينا متاخرين قوي؟ حد ممكن يجي يقول لي طب ما انت بتعمل فيديوهات عن احدث تليفونات، ايه المشكله؟ انا بعمل للشخص اللي هو زيي، مثلا انا معايا 11 برو ماكس وعايز اشتري 16 عادي، ايه المشكله؟ انا مش ضد فكره التليفونات الجديده ولا ضد الماركتنج الحلو، انا ضد فكره ان انا يكون معايا اصدار السنه اللي فاتت وداين نفسي واهين نفسي وبهدل نفسي عشان اشتري التليفون الاحدث بتاع السنه اللي بعدها، اللي انا مش هاخد اي اضافه جديده غير شويه مميزات. بقينا دلوقتي كلها بنتكلم في الذكاء الاصطناعي وحاجات مش هتفيدك اصلا، مستخدم طبيعي يومي مش مستخدمها. يعني انا شخص المفروض بعمل بقى فيديوهات عن الايفون والموبايلات والقصه دي، فانا محتاج اتعامل بالحاجات دي. هل الحاجه دي لو مش موجوده في تليفوني هل هي مأثره معايا؟ مأثره اصلا على المحتوى اللي انا بقدمه خالص. محدش مدرك ان بقى في ذكاء اصطناعي، عادي كلها حاجات بسيطه. ممكن ما تحسش بالفرق ده الا بعد 5 سنين، ممكن تحس بتطوير رهيب، ولا التليفونات احنا بقينا نعتمد عليها في الذكاء الاصطناعي وبقت تعمل لنا كذا حاجه. لكن في الفتره الحاليه كلها مميزات بيزك خالص، اشيل لك ناس من الباك جراوند، كل شركه طالعه تقول كده. ففكره الذكاء الاصطناعي هي اللي بقت مسيطره على التليفونات دلوقتي، وهي مش استخدام يومي للمستخدم العادي. عايزكم بس تكونوا عارفين ان الجديد مش دايما احسن، الجديد دايما اغلى. اشتري تليفون حلو فلاج شيب مفيش اي مشكله، بس حافظ عليه 3 أو 4 أو 5 سنين لقدام. لو انت مستخدم عادي بتستخدم الموبايل في الحياه اليوميه، ما تخليش موبايلك هو اللي يحدد قيمتك ويحكم عليك. وافتكر دايما ان هو مجرد اداة بتساعدنا في حياتنا اليومية، هي مش حاجة موضة، ومش هيفوتني حاجة لو ما اشتريتش احدث موبايل كل سنة. الجامد ان انت بعد 3 4 سنين لما تغير تليفونك هتاخد التليفون الحلو اللي انت السنة دي كنت بتريل عليه، بس انت عشان بعد 3 سنين ظهر تليفونات احدث بكام فيتشرز صغيرة بساط حلوين، فانت بقيت شايف ان ده احسن من حتى اللي انت كنت معجب بيه من 2 أو 3. التليفون ده في 2019 كان قلب الدنيا، اول تليفون ابل تنزله ب3 كاميرات، شكل بتاعه هتقول الناس اللي بتتريق والناس كان عامل قلبات. تعالى دلوقتي الناس بتشوفه على انه بقى حاجه حقيره دلوقتي، اللي هو ايه 11 ناس بتتريق على السوشيال ميديا، يا جماعه ابل هتنزل ال 17 برو ماكس وانا لسه معايا ال 11 برو ماكس. عادي يا جماعه، عادي ان انت معاك ال 11 برو ماكس، موبايل ما شاء الله الله اكبر. انا بحضر له فيديو اصلا ان انا بستخدمه في 2025 وهنزله على القناه. ومعلومه دايما اقولها، لو عايز تشتري موبايل فلاج شيب السنه دي وانت مثلا في شهر 6 او 7 او 8، ايفون مثلا بتنزل في شهر 9، فاستنى بعد شهر 9 لما يتم اصدار الموبايل الاحدث منه، لان سعر الموبايل اللي انت عايزه هينزل. اكيد انتوا تهتوا مني. يعني مثلا لو في الفتره الحاليه عايز تشتري 16 برو ماكس، استنى بعد شهر 9 الجاي لما يتم اصدار 17 برو ماكس، لان ال 16 سعره هينزل، وهكذا في بقيه الشركات. تعالى بقى اساعدك لو انت عايز تشتري موبايل جديد، واقدم لك ايه اكتر تليفون هيكون مناسب ليك، لان زي ما قلت لكم مش دايما الجديد هو المناسب، انت عادي ممكن تكون بتدفع فلوس زياده مش اكتر. الموبايلات مؤخرا الناس بقت تبص للاداء والكاميرات اهم حاجه في التليفون. فمن ناحيه الاداء في حاجه اسمها سي بي يو وفي حاجه اسمها جي بي يو. السي بي يو ده هو اللي مسؤول عن الدخول والخروج من الابلكيشنز، فتح الصور، اي عمليه هتعملها على الموبايل. انما الجي بي يو هو المخصص لاداء الالعاب على الموبايل. فلو دخلت على جوجل وكتبت في السيرش ويب سايت اسمه انتوتو، انا ما اعرفش الاسم ده بس تمام، خش هتلاقي الويب سايت ده مقدم لك كل الموبايلات من حيث الاداء ومرتبهم لك على حسب ما انت محتاج. عندك على الشمال موديل الجهاز، وعلى اليمين بقى التفاصيل كلها. اول حاجه السي بي يو زي ما قلت لكم عليها، من الكبير للصغير، هو اكبر حاجه حطيتها فوق، وجنبها الجي بي يو زي ما فهمتكم الفرق بين الاثنين، وبعدهم اداء الرام على الموبايل، وجنبها اليو اكس دي هي تجربه المستخدم، وعلى اليمين توتال سكور ده التجربه النهائيه او السكور النهائي بتاع التليفون. بس لو جيت بصيت فيهم مش هتلاقي اي تليفون لابل، ده لان نظام اندرويد مختلف عن نظام اي او اس، فهو حط في مقارنه ثانيه لوحده. فلو جيت بصيت فوق هتلاقي كلمه اي او اس، هتدوس عليها هيفتح لك كل الاجهزه بقى بتاعت ابل ويعمل لك مقارنه ما بينهم. من ناحيه الكاميرا بقى فجواها تفاصيل كتير زي فتحه العدسه وكواليتي الصوره والصوت، ولو انت بتصور فيديو يعني. فلو جيت دخلت على جوجل وكتبت دي اكس او مارك، هتلاقي ويب سايت مقدم لك
كل التليفونات كلها بقى على بعض عشان ملهاش علاقه بالنظام، وبيقدم لك ايه احدث تليفون من حيث التصوير. واللينكين دول هتلاقيهم في الديسكربشن تحت، ما تقلقش. ولو الفيديو عجبك بقى ما تنساش تدعمني باللايك والشير وسبسكرايب. الجمال بتاعك يا صديقي. سلام.